عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. معاكم مريم ميلي سوفتوير تيستر من سوفتي لاينز، وهذا أول فيديو بالنسبة للعباد اللي تحب تتعلم التيست لوجيسيال لكن بالدرجة التونسية. أول حاجة خلينا نشوفوا كلمة تيست. كلمة تيست هي كلمة بوليفالونت تستعمل في برشا حاجات. مثال احنا في القرايه ديما نقولوا البروف يحب يتستي تلامذته. علاش يحب يتستي تلامذته؟ باش يشوف النيفوات نتاعو. نمشيو للميدسين. كلمه التيست نحطوها في الميدسين كي نحبوا نقيموا حاجه تبع الباسيون تاعنا، كيما الجليسيمي نتاعو، كيما النيفو نتاع الدم نتاعو. نمشيو تو اللوجيسيال. كلمه تيست لوجيسيال شنو بالضبط؟ احنا لنا باش نقيموا، لكن باش نقيموا اللوجيسيال باش نشوفوا هل هو قاعد يؤدي في الوظيفه نتاعو كوم يلفو والا لا. واحنا تو كي نقدموا شويه نشوفوا شنو تقول الاي بي ام على تيست لوجيسيال. تقول لنا le test de logiciel est le processus d'évaluation et de vérification qu'un produit ou une application logicielle fait ce qu'elle est censée faire. donc لازمها تقوم بالحاجات اللي المفترض بها تقوم بها. علاش العالم مهتم بالدومين هذا؟ على خاطر المارشي نتاع لي لوجيسيال كبر وكبرت معاه الكونكورونس ما بين الشركات، فكل شركه تحب البرودوي نتاعها يكون احسن برودوي نتاعها يكون دو كاليتي. الكاليتي نتاع اي لوجيسيال هي اللي تخليه ينجح ويكون ديستانغي ما بين الاف لي لوجيسيال اللي يؤدي نفس الوظيفه نتاعو. لكن السؤال لهنا شنية صار باش خلى الشركات تحرص الحرص هذا على اختبار لي لوجيسيال نتاعها؟ عام 1992 عملت بيبسي مسابقة في الفلبين تتمثل في الشخص اللي يشري دبوزة وتكون حاملة الدبوزة هذه للعدد 349 يربح 20,000 دولار. المشكل اللي صار انه اللوجيسيال اللي يطبع في الاعداد بقعة ما يطبعهم في عدد ليميتي متاع خطايات طبعهم فيه 800,000 خطأ. العباد اللي ربحت مشاو يطالبوا بفلوس، لكن بيبسي رفضت وقالت لهم راهي الغلطة في اللوجيسيال. العباد شدوا سيح في فلوسهم ورفعوا بها قضايا وعملوا عليها بويكوت. نقدموا شوية في الوقت، ناخذوا مثال واحد آخر. تخيل معايا لو حبيت نوبتيميزي في الكود، فاستعملت كان 2 digits للير. البروجرام يقرأ 70 على أنه 1970، 99 على أنه 1999. أنا تو كي نوصل لعام 2000 البروجرام باش يقرأ زوز أصفار هيكم على أنهم تابعين عام 2000 أو تابعين عام 1900. وهذه هي الواي 2 كي باج، المشكل اللي واجهها العالم عام 2000 اللي ولا 1900. المشكلة هذه ضرت برشا سيكتورات، كيما البنوك اللي ولت هي المثالة في الفلوس، كيما الترانسبور اللي تعطل في برشا بلدان من العالم وبرشا مشاكل. تكلفة إصلاح البوغ هذه كان 500 مليار دولار، فكانت أغلى بوغ في التاريخ. ناخذ آخر مثال. في عام 2015 طائرة عسكرية طاحت في إسبانيا وماتوا فيها عباد. كي مشاو يثبتوا في الصندوق الأسود متاعها عارفوا إنه اللوجيسيال هو اللي سبب في الأكسيدون هذا. الإكزامبل متاع بيبسي والواي 2 كي باج والإيرباص علمونا 3 حاجات. لوجيسيال ماهوش متستي يخليني نخسر فلوس، لوجيسيال ماهوش متستي يخليني نخسر سمع، لوجيسيال ماهوش متستي يسبب في الموت لا قدر الله. وهذا كان يدل على حاجة، يدل على أهمية التيست لوجيسيال. التيست لوجيسيال يجذب العباد اللي عندهم الكاليتي هذا. أولا l'attention au détail، العبد اللي تلقى عنده دقة الملاحظة تلقاه يصلح يكون تيستر باهي على الآخر. حاجة ثانية الباسيونس اي بيرسيفيرونس، الصبر والمثابرة ووسع البال. الحاجة الثالثة البونسي كريتيك اي اناليتيك، عنده التفكير النقدي والتحليلي، ديما تلقى نيته خايبة علاش هذه هكا وعلاش هذه هكا، برباش يحب يفهم كل شيء علاش صاير هكا. الحاجة الرابعة الكومبيتونس اون كومونيكاسيون، التستور باهي امور سوفت سكيلز، يعرف يكومونيكي مع العباد، يعرف يوصل المعلومة. علاش؟ على خاطر باش يتعامل مع برشا عباد في الخدمة نتاعو،
باش يتعامل مع جماعة الديف، مع جماعة الديزاين، مع الكليون، دونك لازم يعرف كيفاه يتواصل مع العباد هذا. وخامس حاجة اللي هي الكيوريوزيتي يا برونتيساج كونتينيو. باهي، انا الشروط هذه الكل ما توفرش فيا، شنعمل؟ تو سامبلومون تخدم عليهم. قال رسول الله انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. نمشيو توا لفلوس التستور. في تونس اقل سالير عندك 800 دينار، اكثر سالير 2700، والسالير يحكموا فيه 3 حاجات. الحاجة الأولانية الكومبيتونس متاعك، هل انتي جونيور وإلا سينيور. الحاجة الثانية الدومين اللي قاعد تتستي فيه، هل فيه ريسك كيما سيتات متاع الدولة والبنوك أو بقل ريسك الدومين متاعك. ثالث حاجة البلاصة اللي قاعد تخدم فيها، مثال هل الشركة متاعك محلية في تونس أو أجنبية وتكون فيها انتي ريموت. باهي، توا شنية الرود ماب متاع التستور لوجيسيال؟ أكثر رود ماب متفقين عليه هو الرود ماب هذا. أول حاجة تتعلم الحاجات البازيك متاع التست. أحسن مصدر تنجم تتعلم منه هو ISTQB من خلال الكتب اللي تهبط فيهم في السيت متاعها. En fait ISTQB هي شنية؟ هي منظمة عالمية تعطي شهيد معترف بيهم في التست. ثاني مرحلة اللي هي التست مانيوال، لأن باش تطبق النقاط اللي تعلمتهم من الكتاب هذا على سيت حقيقي، فباش تحاول تخرج المشاكل اللي فيه مانيوالمون، معناها من غير حتى اوتي. وثالث مرحلة اللي هي التست اوتوماتيك، لأن باش نستخدمو اوتي بالضبط انت باش تكودي لوجيسيال باش يتستي لوجيسيال اخر. باهي، انا توا منعرفش نكودي، معناها ما نجمش نكون تستور، لا نجم تكون تستور وتنجم تلقى خدمة، لكنك في الحكاية هذه باش تكون فقط تستور مانيوال، والحكاية هذه تدخل في الشيء، تدخل في الكومبيتونس. دونك احنا توا باش نعملو باش نحكيو توا على ISTQB. تابعني في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.